بما اننا بقى عملنا الفسيخ والسردين، فلازم نشوف هنفطر ايه الصبح في شم النسيم. عملت معاكم دلوقتي البريوش، او في ناس بتقول عليه المنجقونه البورسعيدي. اصلا هي من بورسعيد، هي بتبقى عجينه لطيفه وهشه وفلافي كده، وبيبقى عليها من فوق سكر. ناس كتير تعرفها، وبس المره دي انا عامله معاكم عجينه البريوش الاصليه، يعني اللي هي بتبقى بالزبده، بيبقى فيها نسبه زبده كويسه قوي. ريحتها وطعمها حلوه قوي، ونتيجتها جميله جدا، وطريقتها سهله قوي. ليه مقادير كتير وليه طرق كتير، بس الوصفه دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. يلا نشوف نعمل ايه سريعا. انا هنا عامله اكتر من كيلو تقريبا، يعني 2 كيلو الا ربع، بس انا هكتب لكم مقادير كيلو واحد ان شاء الله. هنحط الدقيق بتاعنا وعليه الخميره. حطيت لكيلو دقيق تقريبا معلقه ونص كبار. هحط كمان لبن باودر، وده اختياري، تقريبا معلقه كبيره للكيلو. كوبايه سكر، ممكن باودر او سكر عادي، بس لو سكر عادي يبقى نعمل حبيبات. تمام. الكيلو بياخد 4 بيضات، فانا هضرب بس البيض كده بشويه فانيليا وهنزله. شفتوا مفيش اسهل من كده، كله على بعضه في العجان. عايزه بس اقول لكم على ملحوظه في ترتيب المكونات كده، هقول لكم واحنا شغالين. دي الطريقه الاصليه لعجينه البريوش، ان احنا بنحط كل المكونات مع بعض، وبعدين اخر حاجه بتبقى الزبده او الماده الدهنيه. البريوش الاصلي ما بيتحطلوش سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، هو زبده. ممكن احنا نعمل اي عجينه عندنا معتمده، سواء بترتاحوا لها بزيت باي حاجه، ونشكلها نفس التشكيل، ودي كده هتبقى عجينه عاديه او هتبقى منجقونه او اي حاجه. تمام. انا حطيت الدقيق، حط عليه رشه ملح والسكر والخميره واللبن الباودر. هنزل بقى بالبيض اللي انا كنت ضرباه بالفانيليا. تمام. على سرعه واطيه كده، وهعلي العجان دلوقتي. وبعدين هنلم العجينه الحلوه دي باللبن. الوصفه الاصليه البريوش الفرنساوي كمان ما بيتحط لبن، بيتحط لها كميه بيض مهوله. هو اصلا بيعتمد على انه يتعجن بالبيض، بس طبعا ده مش هيناسبنا لا اقتصاديا، ولا كمان هيبقى الشغل فيه مش سهل، هيبقى محتاج عجان لازم. لكن الوصفه دي اي حد يقدر يعملها سواء بعجان او لا. دلوقتي انا بلم العجينه باللبن الدافي. تمام. عايزه اقول لكم على حاجه، انا دلوقتي حطيت المكونات كلها وبلم العجينه باللبن الدافي، واخر حاجه خالص هحطها الزبده الطريه اللي في حراره الغرفه. هنسيبها بقى في العجين كده شويه، هنلاقي العجينه زي ما انتم شايفين بقت عامله زي الاستك كده. ما نقلقش خالص، ولما نحط لها الزبده كمان هتلاقوها بدات تقطع. اللي مش هيشتغل بعجان، انا يعني الملحوظه دي مهمه جدا، اللي مش هيشتغل بعجان لا يبقى يحط الزبده من الاول ويلم باللبن الدافي، العكس. فاهمين قصدي؟ وممكن كمان الزبده تسيحوها. تمام. الملحوظه دي مهمه جدا. فخلاص نزلت بقى بالزبده اهو دلوقتي، وبعلي السرعه. هتلاقوا العجينه بدات تقطع شويه، وبعدين هترجع تلم نفسها. تمام. عجينه عايزه اقول لكم ريتش كده ودسمه، وبتبقى لطيفه قوي. شايفين اهي بدات تلم وتكور نفسها على بتاخد لها 3-4 دقايق في العجان. لازم عجينه البريوش تتخدم كويس، لان فيها نسبه زبده ونسبه بيض مش قليله. هفضل بقى اعجن فيها لحد بصوا هي بتبقى لازم بتلزق على خفيف لحد ما اجيب حته كده واختبرها هنا كده. شايفين ما بتقطعش، كونت شبكه كده. دي بتبقى شبكه اللي هي الشبكه بتاعه الجلوتين. نسيت اقول لكم الدقيق لازم يبقى دقيق مخبوزات او حتى دقيق سايب، بس يبقى قوي ليه عرق زي اللي بنشتغل بيه في الفطير. هنسيب العجينه على جنب تخمر، وعلى ما تخمر بقى دي مرحله البهجه، هلون البيض. بجيب يعني دي الوان جل موجود عندي منها، يعني بقت سهله ومش غاليه، موجوده عند كل العطارين وبتوع مستلزمات الحلواني. كوبايه ميه بحط فيها نقطتين من اللون اللي انا عايزاه، وبحط البيضه 5 دقايق، وبعد كده بطلعها. لازم تنشف على مناديل عشان ما تبوظليش العجينه او تلونها. كل كوبايه ليها معلقه كده، والمرحله دي بتبقى بهجه وهتعجب الاطفال قوي. لونا البيض والعجينه خمرت. تعالوا بقى، شايفين خمرت بقت يعني ما شاء الله عليها، خمرت جامد. هجيب العجينه بقى دلوقتي وهقسمها. انا زي ما قلت لكم انا عامله اكتر من كيلو تقريبا، يعني 2 كيلو ولا حاجه بسيطه، يعني عامله كميه كويسه. هقسم بس العجينه بتاعتي على 4. يعني انا بس بقسمها عشان بس ايه اعرف، يعني اعرف اتحكم فيها او اعرف اشتغل فيها.
انا بعمل الاشكال اللي هي اشكالها التقليديه العاديه جدا، اللي هو الشكل اللي بيبقى عامل زي الحلزونه. الشكل الاصلي للبرياش بيبقى زي بريد، بتبقى ضفيره كده. الاجانب بيعملوها دايما في الايستر او في عيد الربيع يعني في الوقت ده. لكن شكل المنجقونه ده هو ده اللي انا بعمله لكم. هي بتبقى حبل كده، وبتبقى اول شكل اللي هو بيبقى مش عارفه ده، انا شايفاه حرف اس ولا مش عارفه ده ايه ده شكل. وفي الشكل اللي هو بيبقى زي الحلزونه كده برضو. بنعمل حبل كده من العجينه بصوا طريه جدا زي الملبن اهو. بنعمل، انا بس سرعت الجزء ده عشان ما اطولش عليكم. بنعمل زي حبل كده، وبنبدأ نلف، نعمل ضفيرة بس مجوز مش 3. تمام. ويا اما بحب الفها على بعضها كده، يعني ايه، تبقى عاملة زي القوقعة او الحلزونة بقى. تمام. هوريكم شكل كمان، ممكن ما تلفوهاش على بعض، ممكن تقفلوها دايرة. يعني التشكيل ده بقى بتاعكم تفننوا فيه، والمرحلة دي بتبقى لطيفة قوي بالنسبة للولاد، هتبقى سعادة مش ممكن يعني. اهو انا عملت واحدة تانية. بصوا بقى، بدل ما الفها على بعض ممكن نلفها دايرة بس كده، وبعد ما تخمر نحط البيضة في النص. لكن انا بحب اقفلها على بعض بعد التخمير، وبتبقى شكلها حلو يعني. خلاص هكمل على كده بقى واخلص الكمية بتاعتي، ونشوف هنعمل ايه بقى برضه. اهو بصوا، ده اخر شكل، هو ده اللي بقول لكم اسهل شكل بقى، اللي هو الحلزوني ده شكل المنجقونه الاصليه بقى. تمام، بتاعت بورسعيد. خلاص خلصنا كده. وخمرة العجينة انا بجيب بقى، طبعا حجمها بيتضاعف يعني. بجيب بقى ده احسن دهان تاخدوه، صفار بيض بسكر بفانيليا بمعلقتين لبن. ممكن بقى تدهنوا لبن ونسكافيه لو مش عايزين البيض، بس صفار البيض بيدي لمعة وبيدي لون حلو قوي، ومش هتحسوا بزفار لو حاطين فانيليا كويس. تمام. يبقى صفار بيض ولبن وفانيليا، وممكن معلقة سكر نضربها معاها كده. هندهن كويس وما نبالغش في الدهن، لان البيض اللي بينزل على الارض ده بيتحروق. فهندهن بقى الفطاير بتاعتنا كويس جدا. وبراحتكم بقى شوية، هو برضو بيتحط عليه، انا حطيت انصاف كريز، وهنحط مثلا السكر برضو بيبقى حلو فيها جدا. بس بيبقى شكلها جميل جدا جدا، وطعمها حلو وريحتها حلوة. بتتعمل مرة واحدة في السنة، بتبقى لطيفة جدا وبتبقى باهكة، وهتملى البيت خير، وريحتها حلوة قوي. تمام. زي ما قلت لكم هكتب لكم المقادير كلها. لما العجينه بتخمر انا هنبدا نحط البيض الملون بتاعنا. ما نحطش البيض قبل ما العجينه تخمر، لان لما هتخمر هتلاقوا البيضه غطست في النص. حطيت شويه سبرينكلز ملون كده مع البيض الملون، بيدي شكل وبهجه حلوه قوي. هنكمل على كده. بتاخد في الفرن بالظبط حوالي 15 دقيقه على درجه حراره عاليه، 190 200 كمان مش 190. لو هنستعمل فرن كهرباء يبقى نشغل من فوق لتحت، بس نبقى واقفين جنبها. وادي شكلها بعد ما طلعت جميله، جميل مش طبيعي، وطريه وهشه جدا. وهوريكم دلوقتي النسيج بتاعها في الاخر عامل ازاي، فليكس كده عامله يعني من الزبده اللي فيها، اشبه بالكرواسون، جميله جدا. شايفين بقى ما شاء الله، طريه جدا جدا. والكيلو على فكرة بيدي كمية كويسة قوي. الكمية دي كلها كانت مثلا 1.5 كيلو 2 كيلو الا ربع، حاجة زي كده. شايفين طرية قد ايه؟ بصوا بقى شكلها من جوه عاملة ازاي. ما تنسوش، بصوا ما تنسوش الملاحظة اللي انا قلت لكم عليها، مهمة جدا. لو هتشتغلوا بعجان ماشي نحط الزبدة في الاخر. مش هتشتغلوا بعجان وبايديكم، لا، الزبدة تبقى من الاول، ويفضل تبقى سايحة، لان هتلاقوا العجينة ساحت منكم بقى ولزقت في ايديكم، ومش عارفين تلموها بقى، وهتقولوا انها باظت. بصوا بقى عامل ازاي. اتمنى تجربوها على طريقتي. يعني لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، يا ريت تدعموه بلايك وكومنت حلو زيكم. واي سؤال انا معاكم، هبقى سعيدة جدا لو كتبتولي كومنت حلو كده. جربوه. كل سنة وانتم طيبين يا رب. مستنية رأيكم. كل سنة وانتم طيبين. بصوا بقى جمالها.